بعد ما شفنا مطبخ نوايا كان لازم نرجع خطوة لورا للأصل، للأرض اللي بتبدأ منها كل حاجة. المزرعة السعيدة مع عم سامي مش مجرد مكان للزراعة، دي أرض تتزرع بنية حقيقية وباحترام للطبيعة. مكان الشغف فيه واضح في كل خطوة. من هنا بدأ الرابط اللي مكمل حكاية نوايا. المكونات اللي بتوصل للمطبخ مش جاية بطريقة عشوائية، جاية من أرض حد اهتم بيها ورعاها بحب، من ناس بتزرع بإيدها وبتفهم إن الاستدامة مش كلمة، دي طريقة حياة، طريقة حياة بتهتم وتضمن صحة الأكل وصحة الناس. ومع عم سامي والفريق الأرض بقت شريك أساسي في رحلة نوايا. عشان تدي مكونات طبيعية لازم تاخد تقدير ورعاية حقيقية. دي حكاية الجزء التاني، حكاية الأرض اللي حقيقي بتغذي والناس اللي بتحول زرع بسيط لحياة كاملة. أنا اسمي سامي تاج الدين من قرية الريغة. طبعا أنا شغال في المزرعة هنا بقالي 20 سنة. اتعرفت على الدكتورة سناء اللي هي صاحبة المزرعة، كان نفسها يبقى عندها مزرعة بتزرع أزراع طبيعية ويبقى يعني كانت حلمها بصراحة. وأنا طبعا كان حلم حياتي ان انا اللي اتربيته من اجدادي ومن اهلي من صغري اكمله مع حد. اشتغلنا مع بعضنا اشتغلت في المزرعه على قد ما قدرت اعمل بصراحه، اشتغل في الخضار وفي الاشجار وفي المانجا. ودلوقتي برضو عندنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها الزبده والجبنه القريش، وعندنا برضو اللحوم اللي هي الخرفان والجديان والبقر اللي هي العجول. الحاجات دي كلها ما شاء الله المزرعه بتنتجها. فطبعا انا بعد فتره معينه في الشغل، يعني بعد 15 سنه او 14 سنه، تعرفنا على نوايا. طيب وبعد ما تعرفت بقى على نوايا، مين نوايا طيب يا عم سامي؟ وهم اللي جولك ولا انت اللي رحت لهم ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ صراحه احنا تعرفنا على بعضينا كصدفه، وقعدنا مع بعض في الاول وعرفت ان هم عايزين ايه. هم عايزين ازاي الناس تاكل صح، هم عايزين يرجعوا مصر زمان. ايوه، اكلها وشربها، وكنا بنستخدم ايه وكنا بنعمل ايه. كنا بنزرع وبناكل ونزرع الزراعه الموسميه، الموسم ده زراعه كذا زراعه كذا. ما كناش لسه زمان ما كناش نعرف يعني صوبه، ما كناش زمان نعرف ان احنا بنعمل نيجي ناكل الاكل بتاع الصيف في الشتاء. ده كانت عيشتنا زمان. فنوايا كانت كل امنيتها ان هي تشغل الحريم، انها تعمل اكلات بتاعت زمان، تشغلهم، يعني بتفتح فرص عمل باللي عندك. هي مش هتعلمك حاجه، بس هي عايزاك تطلع الموهبه دي. فانت اتشاركتوا مع بعض بانه ياخدوا من عندك المزروعات او الخضار والفاكهه واللحوم والحاجات والقمح كمان، كنت بتقول القمح بالظبط والالبان وكل الحاجات دي للمطبخ اللي بيشغل السيدات. تمام، عشان نبقى نعمل حاجه اسمها من الارض للطبق. مفيش حد بينا. طب عشان خاطر حضرتك تيجي نوايا لازم تعرف ان انا زارع ايه، عشان هي مش هجيب لك من بره. اعرفك المصدر. انا زارع، لا انا زارع ايه. حتى اي جوله بتيجي نوايا بتجيبها قبل بعد، او في جولات بعد اوقات بتيجي تاخد الخضار من هنا والحاجه من هنا وتاخده معاها وهي ماشيه تروح فين؟ نوايا طيبوا هناك. اي من ضمن الحاجات جميله جدا. طب نوايا بقى فادوك في ايه؟ يعني انا فاهمه ان هما كانوا حضرتك او المكان هنا هو المصدر بتاع الفاكهه والخضار والحاجات دي، فدي فايده من ناحيه انه مصدر للرزق، او انه مثلا انت عارف ان المحصول مثلا في جزء منه هيروح كده مضمون هيروح للمكان دوت. تمام. بس ايه تاني؟ انت كنت بتحكي لي عن تجارب مشتركه جميله فدتوا فيها بعض كويس. تمام. يعني بالنسبه للنوايا، الفترة اللي أنا تعرفنا بقى لنا يجي 3-4 سنين بصراحة مع بعض، هي عرفتني من جميع الدول على ناس ليهم في الزراعة وعايزة يتبادل الخبرات. أنا بزرع إزاي، هو بيزرع إزاي، طب أنت بتعمل إيه، أنا بعمل إيه. دي من ضمن الحاجات برضو اللي فادتني، زي برضو من ضمن الحاجات اللي اتعملت عندي من نوايا زي الحوض الفيرني كامبوست. ده عبارة عن إيه ده بقى؟ ده حوض ده وفر عليا شغل كتير برضو. زي إيه مثلا؟ زي الحوض ده انا بجلم المخلفات بتاع الحيوانات بتاعتنا كلها، بتاعت المعيز او الغنم وكله، وبدخلها الحوض ده. عندي مثلا زرع طماطم او اي حاجات من الشجر منزلها انا مش قادر استخدمها الا ان هي تتحلل، فبضطر اجيبها للحوض ده. الحوض ده فيه حاجه اسمها دود اللي هو الطعم، بياكل الحاجات دي بيحولها لي لفيرني. بدل ما كنت بنزل للفدان فوق ال5 طن او 4 طن سماد خام، ممكن انزل منه هو 500 كيلو، وحاجه طبيعيه ومن الشجر. وبعدين نزلت للارض على الجاهز. طيب الدود ده لما بياكل التربه دي بيفضل ياكل يعصر، وانا عامل حوض زي بانيو جنب الحوض في الاخر. لما بياكل بيحول الفيرن ده لحاجتين، ويديني ماده سايله تنزل الميه في الحوض ده، اخد انا الماده دي. طب انا لو عندي حاجه تعبانه قوي او انا مش عايز في ارض مش هتطول من
الوقت انا زرعته وما حطيتش فيرن هنا، ما كانش جاهز. طب ممكن اخد الميه دي احطها في برميل مع ميه وانا بسقي بتنزل للنبات ياخدها بطريقه تانية. طب انا عندي مشكله في الورق، احطه وارشه على الورق. ودي حاجه من الحاجات اللي كانت تعاونت معاك نوايا عرفوك على الحاجه دي وساهمت في ان الدنيا تبقى احسن. بالظبط. ومن ضمن الحاجات برضو ان هي يعني برضو اللي كانت مرحبه لما تعرفنا على نوايا برضو الدكتور. اي بصراحه الدكتوره صاحبه المزرعه الدكتوره سناء، هي بصراحه انا بعتبرها امي. انا مش عايز اقول لحضرتك من ضمن الحاجات الارزاق بتاع ربنا اللي ربنا كرمني بحد حنين عليا جدا وكويس معايا جدا. وبصي هي برضو من ضمن الناس اللي بتحب ان هي يكون الناس تاكل كويس او نزرع حاجه كويسه او نشتغل كويس. مقتنعه بالفكره بتاعتك وانت وانت عايز تعمل كده، فتقابلتوا مع بعض في طبعا. وهي اصلا كان عندها الفكره دي من قبل ما اقابلها اصلا. ايوه هي كان عندها الفكره يعني دي، كان مقدر ليكم انتوا تتقابلوا مع بعض. هو قدر الله سبحان الله. زي ما نوايا ما تعرفنا بقت تجيب ناس من بره ومن هنا ومن هنا عشان خاطر. وهقول لك حاجه تانية يا عم سامي، من الحكايات اللي بتحكيها انه بحس انه لما شخص يبقى مجتهد بعد كده هو بيعمل عشان هو مقتنع بالفكره دي، حب وحابب الحاجات دي وحابب النتيجه بتاعتها طبعا. فبالتالي الحاجات الحلوه بتقابله بقى، يعني تجي له خلاص. هي نيتك عايزه تشتغل صح او انت نيتك سليمه. ايوه. فربنا بيرزقك بكل حاجه في النيه اللي انت عايز فيها. صحيح. انا بالنسبه لي الزراعه دي يعني حياتي بصراحه، حياتي. يعني لو قعدت كده اتكلم في الزراعه او انا لا امل ولا ازهق من شغل الزراعه. طب احكي لي عن يومك يا عم سامي، بيبقى ماشي ازاي؟ انا يوميا لو ولادي مش قاعدين معايا هنا بيبقى لهم ساعه في ال 24. ليه؟ ان انا اعتبر من الناس اللي تصلي العشاء تنام، اقوم الساعه 4 ابص على البهايم او المعيز او الحيوانات بتاعتنا كلها اللي هي مربينها، وبعد ما ابص على الكل زي اللي بصبح كده يعني. وبعد كده بطلع اصلي الفجر، وبعد كده اخش اللي هياكل ياخد اكله واللي هيشرب، وبعد كده بخش على الزراعه اللي كان عندي حاجه هتتحصد، عندي حاجه هتتعزق، عندي حاجه هتتزرع. انا مش عاوز اقول لحضرتك من الساعه 4 لحد العشاء بحس ان هم 10 دقائق. يا خبر. انا ممكن يبقى عندي شغل اصلا، انا والله بعد وقت ممكن انسى ان انا اقعد اكل اصلا. يعني الجوله دي هي ممكن انتم قاعد معاكم كده. أيوة. لكن انا اساسا الجوله وانتم مش موجودين تلاقيني بخلص معاك. في جوله ثانيه بتحصل. ايوه جوله على فكره يوميا معايا. يعني انا اللي بعرفه برضو ان انتوا بتقدروا تبيعوا للناس المنتجات ديت على طول، بس الناس هي بتيجي بقى تنقي اللي هم عايزينه، ممكن يجي يحصدوا اللي هم عايزينه. يعني انا كنت عامل السبت اللي هو بتاع الحصاد ده، كانت في ناس بتيجي تاخد كل اللي هي عايزاه في السبت بتاعها. ايوه تمام. وغير كده انا كنت الاول ببيع واطلع بره، دلوقتي انا كله بيتحجز على التليفون. يعني انا المانجا خلصت، ايه اللي جاي يا عم سامي؟ بزرع الخضار، ايه اللي جاي يا عم سامي؟ انا لسه في اول الكلام وانا بكلم حضرتك من شويه، انا قعدت اكتر من 7 سنين اعرف الناس ده مش هو ده. صح. لازم انت اللي تشكري فيه. انا لو كبياع او كراجل ببيع منتج او بعمل اي حاجه من الزراعه، مهما احكي لك ده حلو قوي وعشان انا اللي ببيعه. أيوة. بس لما انت تاخديه وتقولي عليه حلو، طبعا مختلف. وده اللي انا يعني بقولها كلمه مثلا لاي حد بيبيع او بيزرع او بيدي اي حاجه الاكل لاي حد. لو اخد الاكل ده كله وما دورش عليك، تعرف انك راجل مش ناجح. ايوه. معناه لما اجي اكلها من عند حضرتك واجي اكلها من عند حد تاني، هي انت فيكش فرق عادي. لكن ايه اللي انا خليني ادور عليك عشان انت مميزه عن حاجه تانية. ده اللي بيميز الحاجه عن الحاجات مثلا اللي موجوده في سوبر ماركت او عند فكهاني او خضري او اي حد موجوده في الحياه عادي، ان الواحد فعلا ما بيسالش هو ده جاي منين. تمام. وكانه مش مهم، مع ان الواحد مهم بالنسبه له انه ما يجيلوش امراض وما يتعبش، وبيخاف احسن يتلسع من ده ولا يقع يكعبل في ده ولا الكلام ده كله. بس العنصر المهم الاساسي اللي احنا كل يوم، مش كل يوم ده احنا كل ساعتين 3 بنعمله، ان احنا بناكل. طب بناكل ايه بقى؟ ما انا عايز اقول لك معلومه ثانيه. يعني احنا لو دخلنا صيدليه وجبنا شريط اي نوع برشام او اي دواء، اول ما بناخده بنعمل ايه؟ بنقرا النشره ده عشان ايه؟ صحيح. وبنعمل ايه؟ ونتاكد. صح كده؟ مظبوطه. طب ما قبل ما تجيبي الدواء ده وتتاكدي منه، اتاكدي اكلك ده منين؟ صحيح. هل حد بيعملها دي؟ لا. هو اهم حاجه شكله فريش. ايوه. طب ده كل ايه؟ ما نعرفش. الام كانت مين؟ ايوه، ده احنا سمعنا بقى عن موضوع ان الام كانت مين دي منك يا عم سامي. يعني في كلام تحس جديد على ودننا، مع انه المفروض يكون بالنسبه لنا اسئله بديهيه جدا. ما انا بكلمك على طبيعتي. ايوه. انا قبل ما اكل الحاجه دي، خياره او خصايه او كرنبه، الام كانت بتاكل ايه؟ كانت بتاكل مطرعه ولا كانت بتاكل ادويه ولا كانت ماشيه بالعلاج عشان اكلها؟ صح. طب الام خلصت وانا اكلت، اكل انا واروح الصيدليه؟ طب ما اكلهاش احسن.
ده الام دي بقى احنا بنتكلم بقى على الارض هي الارض ما ذنبهاش حاجه. الارض ما ذنبهاش حاجه. انا برضو شغال في ارض. اي بس انا حاولت ان انا اشغل الارض بتاعتي، انا مش باصص لها كمكسب فلوس. صح. انا مكسب لها. انا لما حد ياكل مني حاجه، يعني انا اقول لك على حاجه، انا بعد اوقات ممكن ازرع حاجات خلف الاوقات واعمل صوبه وانتج وادي شغل اكتر واجيب زراعه اكتر. تمام. طب انا كسبت، بس انا ضريت كام واحد؟ خدت بالك؟ لكن مثلا انا لما اجي البذور ديت، احنا كنا زمان على ايام جدودي انا، كان مثلا اللي بيزرع زرع كان بيعينها وكان بيعين منها التقاوي بتاعتها ويزرع بينا ويجي موسمها السنه الجايه يزرع. ما شفناش احنا السنه اللي فاتت من زمان ان كان البطيخ يجي في الشتاء. لا، ده البطيخ قاعد معانا على طول على فكره. انت دلوقتي حاليا لما المانجا جت في السوق، انت ممكن ما تطلعيش من بيتك غريزه جواكي كده تحسسك انك شميتي ريحه المانجا عايز تاكلي مانجا عشان هو دي جواكي. لكن انت عاوزه تقنعني في شهر 1 او في شهر 2 في الشتاء المانجا هتيجي على دماغك؟ لا خالص. انا عاوز اعرفك ان الايه، ان الجسم بينضج الطبيعه اللي خلقها عليها ربنا. صحيح. بيشتاق للحاجه دي اللي هي دي طبيعيه ماشيه مع سيستم تمام. نيجي في الصيف، انا الجو حر وجايب جبنه وهاكل، يبقى محتاج ما جنبيها ايه؟ بطيخ. معاك. طب انا لو اكلت جبنه في الشتاء هاكل بطيخ؟ لا. جنبي خياره كده. صح ولا انا غلطان؟ انا عايز اقول لك لو كل واحد بس يسمع لنفسه انا او بمعنى صح، اصل دلوقتي حاليا معلش عليات الاجيال ما يعرفوش ان انا بتكلمه ده. صحيح. انا كبيره قوي، واحده اسمه ايه اللي هي المغلفه دي، اسمها باتيه وحاجه ساعه. ايوه. انا زي الفل، كيس شيبسي انا تمام. العالم كله. اقسم بالله بيأذي نفسه. طبعا، يعني كل الحاجات اللي هي الطبيعيه دي اكيد هي داخله عشان هي عارفه تعمل ايه في جسمنا وشغلتها ايه وجسمنا فاهم هي داخله ليه وكل الكلام. انا عن نفسي الحاجات التانيه مش مفهومه. انا عن نفسي كل الحديث يضر. أيوة. زي معنى ده بوجهه نظري ممكن يكون بشرحها غلط. أيوة. الحديث زي يعني انا عاوز اكل بسرعه كيس شيبس وحاجه ساعه شبعت. ده غلط. صحيح. صح كده. عايز اكسب واعمل، اجيب اي بذور مع اي مبيدات ادي اي كلام يطلع عندي انتاج كسبت وكلت، برضه ده غلط. لا. طيب عم سامي، تحب تقول ايه للناس اللي بتاكل اللي قدامها وخلاص او بتشتري اللي قدامها وخلاص، وتقول ايه لحد للناس اللي ما بتشتغلش في الحته دي او ما تعرفش عنها حاجه؟ بالنسبه للناس اللي بتاكل وخلاص، انا عايزه زي ما قلت لحضرتك من شويه، ركز مع الخضار اللي هتاكله زي ما هتركز مع العلاج اللي هجيبه من الصيدليه. لو ركزت مع الاولاني مش هتروح للتاني. صح كده؟ صح جدا. صح. ده حقيقي. ولو اللي بيشتغلش زيي هتشتغل زيي. ليه؟ ان هو بصي دايما كلمه مثل كنا بنقول عندنا في الفلاحين، لا يصح الا الصحيح. الله الصحيح. كل واحد انت سمعت اللي مش صحيح كمل. لا خالص. مهما تعمل هتحس في الاخر انك انت، ما هو خلي بال حضرتك، انا مش هشتغل في الغلط واكلك لوحدك ما انا باكل. وبعدين انت عاوز تقنعني ان انا هعمل هزرع حاجه وحشه وانت هتاكلي وانا اقول لهم لا انا ما اجيبلوش من دي، جيبوا لي من عند سامي. ما انا برضه هاكل منها. ايوه صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. فهي الصح يعني لو حد منا لما بيشتغل في حاجه صح، قبل ما حد بيشتري منك او ياكل منك انت اول واحد بتاكل. ايوه اول واحد بتضر نفسك. طبعا. يعني تسلم يا عم سامي، احنا النهارده اليوم خطير، احنا انبسطنا قوي. انا والله بس مبسوط بصراحه، اتشرفت بيكم جدا بصراحه. احنا كمان يا عم سامي، وبصراحه كان يوم جميل. ايوه ده بجد والله ده يوم جميل جدا. جامدين قوي.